زلزال حقيقي كيهز المغرب اليوم. شبكة فساد مرعبة في ميناء طنجة كتطيح ب 24 مسؤول، بينهم بوليس وجدارمية وجماركة. وفي كازا حيتان العقار دخلوا لسجن عكاشة مورا ما نصبوا على 300 عائلة في 48 مليار. اشنو علاقة وزيرة سابقة بهذه الفضيحة، وكيفاش كانت كدوز الرشاوي في الميناء؟ هادو هما التفاصيل الصادمة. البداية من طنجة، فين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبناء على معلومات دقيقة من دي جي اس تي فككت شبكة خطيرة خربت المرفق العام. توقيفات شملت 24 شخص، 6 ديال البوليس، 6 موظفين من مراقبة التراب الوطني وجوج جماركيين، بالإضافة للمدنيين. التهم تقبضوا كيتلقاو رشاوي وعمولات باش يسهلوا التهريب ويغمضوا عينيهم على إجراء التفتيش. الشبكة كانت خدامة بالكوموند وكتضرب الأمن الاقتصادي ديال البلاد. وفي كازا سالا جبل المراوغة ب3 رجال أعمال بينهم خوت اللي لقاو راسهم في سجن عكاشة. هاد الناس نصبوا على 300 أسرة في مشروع بسيدي معروف وبقاو كيجرجروهم هادي 15 عام. الصادم في الموضوع هو أن البنك كيطالب ب 48 مليار سنتيم، والفلوس اللي كان خاصها تبني ديور شرات بها شقق راقية في البحر، خلصت بها صاليرات ديال مليار والشركة وقفات. والأخطر ذكر اسم وزيرة سابقة في ملف قروض مشبوهة لهذا المشروع. اليوم القانون كيضرب بيد من الحديد على المفسدين في الموانئ وفي العقار. نتوما شنو رأيكم؟ واش هاد الاعتقالات كافية باش ترجع حقوق الناس اللي ضاعت حياتهم في الكريديات؟ شاركونا رأيكم في التعليقات وبارطاجيو الفيديو باش يوصل لضحايا العقار. تابعوا أخبار اليوم تي في.